حلقة جديدة وسؤال جديد. يعني ايه طاقة أنثوية؟ ويعني ايه طاقة ذكورية؟ وهل الطاقة الأنثوية مرتبطة بالست بس؟ وهل الطاقة الذكورية مرتبطة بالراجل بس؟ ويعني ايه يكون عندي imbalance او عدم توازن ما بين الطاقة الذكورية والطاقة الأنثوية؟ خليني اسلم عليكم واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم سلام سعد، ويلا بينا نبدأ الحلقة بشكل مختصر وبشكل سريع. عايزين بس نلم الليلة كده ونفهم الدنيا ماشية ازاي. ان الطاقة الأنثوية والطاقة الذكورية دي بتكون صفات بشرية، صفات إنسانية بتكون موجودة داخل الذكر وداخل الأنثى. بمعنى إن الست بيكون عندها طاقة ذكورية وطاقة أنثوية، والراجل بيكون عنده طاقة ذكورية وبيكون عنده طاقة أنثوية. نفس الكلام ده إن الراجل بيكون عنده هرمونات أنثوية وعنده هرمونات ذكورية، والست بيكون عندها هرمونات ذكورية وبيكون برضو عندها هرمونات أنثوية. طبعا بتكون بنسب، وطبعا لو زادت عن حدها الموضوع ما بيكونش احسن حاجة، ولكن كل شخص بيكون له حالة منفردة، كل شخص بيكون ربنا خلقه بشكل معين وبصفات معينة. ممكن حد يكون عنده طاقة ذكورية اعلى، ممكن واحدة تكون عندها طاقة انثوية اعلى، ممكن واحدة تانية يبقى عندها طاقة ذكورية اعلى. لكن المهم ان اكون مرتاح مع الطاقات دي جوايا، ومش مسببالي مشاكل نفسية او مشاكل جسدية او عقلية او روحانية. لكن طبعا مفروض ان الاغلب من الرجاله بتكون عندهم الطاقه الذكوريه اعلى من الطاقه الانثويه، وبعض الرجاله ممكن يكون عندهم طاقه انثويه اعلى. والكلام ده نفسه برضو يتقاس على الستات. في ستات بتكون عندها طاقه انثويه اعلى من الطاقه الذكوريه، وفي ستات بتكون عندهم الطاقه الذكوريه اعلى من الطاقه الانثويه. هل ده صح؟ هل ده صح؟ الصح ان انا اكون متوازن، عامل توازن ما بين الطاقة الانثوية والطاقة الذكورية. ايه بقى الطاقة الانثوية؟ الطاقة الانثوية اللي هي بتكون بتسمى كده الين، دي الطاقة الانثوية. طب يعني ايه الين؟ او يعني ايه الطاقة الانثوية؟ الطاقة الانثوية مثلا ان انا اكون بحب الشتاء اكتر من الصيف، احب كل حاجة الباردة اللي بتميل الى البرودة، فاحب مثلا الشتاء اكتر من الصيف. تمام. انا شخص مثلا اميل ان انا اكون بارد مش عصبي، اكون بطيء مش سريع، اكون بتنفس بالراحة مش بتنفس بسرعة وبلهوجة، اكون مثلا بحب الليل اكتر ما بحب النهار، اكون مثلا شخص من اللي بيتحركوا ببطء مش بيتحركوا بسرعة، اكون مثلا بحب القمر وابص للقمر بالليل واتمزج مع القمر بالليل، لكن ما احبش قوي الشمس، وبحب مثلا الضلمة وما احبش النور. انا بكون شخص بعتمد اكتر على الاخر ان هو يساعدني، او بعتمد اكتر ان الاخر هو اللي يعطيني، فانا بكون باخد اكتر ما بدي، او انا بحب فكرة الاخذ اكتر ما بكون بحب فكرة العطاء. اما بقى الطاقة الذكورية اللي هي بتسمى اليانج، الطاقة الذكورية دي يعني ايه؟ يعني انا شخص بتكلم حاد، باخد حقي، ما بسيبش اللي قدامي يتعدى عليا، على طول شغال وبدخل واقول انا وافرض سيطرتي. بكون شخص جريء مقدام، بحب القيادة، بحب النهار اكتر من الليل، احب الشمس اكتر ما احب القمر، احب الصيف ما احبش الشتاء، سريع وبحب اخلص كل حاجة بسرعة، بحب اخد مخاطر، بحب اعمل مغامرات، بحب ان انا اتوسع، بحب ان انا اكون القائد المقدام اللي الناس بتيجي تاخد رأيه وحكيم في نفسه. احنا قلنا بقى ان الستات بتكون عندها من هنا ومن هنا طاقة ذكورية وطاقة انثوية، وقلنا برضو ان الرجالة بيكون عندهم طاقة ذكورية وبيكون برضو عندهم طاقة انثوية. لكن المشكلة لما بيحصل امبالانس، بيحصل عدم توازن، يعني الطاقة الأنثوية زادت عن اللزوم أو الطاقة الذكورية زادت عن اللزوم. يعني ايه زادت عن اللزوم؟ يعني بقيت بستخدم الصفات دي كتير قوي لدرجة ان هي بقت جزء مني، وبقت هي بالنسبة لي منطقة الراحة اللي انا مش عارف اطلع منها ومش عارف اعمل عكسها. لو انا عندي طاقة ذكورية عالية قوي قوي قوي، بغض النظر انا راجل ولا ست، انا هكون على طول بتحرك، عبارة عن آلة شغال.
انا يا الا لو ست قاعده في البيت هي بتشتغل بس، بتنظف بس، بتاخد بالها من العيال بس، لو راجل فهو بيشتغل بس، ما بيعملش اي حاجه، بتبقى بتحس انك عباره عن آلة. مع الوقت لما بتكون شغال آلة بيحصل ايه؟ بيحصل استنزاف طاقي، فبتحس بيه مشاكل في صحتك النفسية والروحانية والعاطفية والجسدية. فانا بقى عبارة عن آلة، فانا مش عارف استمتع بالحياة. انا شايف ان الحياة بس عبارة عن بيت، او انا شايف ان الحياة بس عبارة عن شغل، من البيت للشغل ومن الشغل للبيت. دي طاقة ذكورية، دي طاقة ذكورية عالية، ومع الوقت هتؤدي الى هلاكك. ده غير بقى ان انا بكون عايز اسيطر على كل حاجة. انا كواحد عندي طاقه ذكوريه عاليه اوفر، فانا عايز اسيطر على كل حاجه. انا مش راضي حتى عن الاقدار اللي بتحصل لي في حياتي. انا مش متقبل ان في حاجه اسمها اقدار، وان الحياه ماشيه بسيستم، وان ربنا بيحط لنا قانون لازم نمشي عليه. لا، انا هحط قانون للحياه وانا همشي على على الحياه بدماغي. ومع الوقت لما تحصل لي اقدار واتفاجئ بيها، فلاقي ان انا مش مرتاح ومش مبسوط، وبعد كده بتجيلي حالة نفسية وبكتئب وهكذا. الطاقة الذكورية هي طاقة التغيير، هو الشخص الجريء المقدام اللي عارف ان هو يقدر ان هو يغير، وبيكون عنده الحماسة ان هو يغير ويفرض رأيه ويفرض قراراته. لكن مع الوقت في حاجات في الحياة ما ينفعش ان احنا نفرض فيها قراراتنا بشكل واضح وبشكل حاد وبشكل عنيف. بيبقى محتاج نوع من السياسة، نوع من التريث. طيب ولما بيكونش عندي السياسة بتاعت الطاقة الأنثوية دي، ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انا بحس بإحباط، بحس بغضب، بحس بمشاعر خزي، بحس بمشاعر عار، بحس بمشاعر ان انا لا استحق، ان انا غير قوي، ان ما عنديش ثقة بنفسي. فده بيؤدي مع الوقت الى هلاكي النفسي ثم هلاكي الجسدي. من ضمن برضو الطاقة الذكورية العالية بغض النظر كانت عن الستات او كانت عند الرجالة، ان انا شخص اكون متعصب على طول، متعصب على طول، لهوج على طول، عايز اوصل للنتيجة، مفيش صبر. تمام. دي من ضمن برضو الطاقه الذكوريه. من ضمن الطاقه الذكوريه هو ان انا اكون بتكلم بس وعايز اللي قدامي هو يسمعني وبس. انا بتكلم واللي قدامي يسمع فقط لا غير، ما يبقاش في لغه حوار ما بيني وما بين اللي قدامي. وده بيؤدي طبعا مع الوقت ان يبقى في سوء تفاهم وسوء تواصل، وبيؤدي الى تخريب العلاقات مع الوقت لما بكون في الدور الذكوري ده فقط. عرفنا يعني ايه طاقه ذكوريه عاليه. طيب وبالنسبه بقى للطاقه الانثويه، يعني ايه طاقه انثويه عاليه؟ الطاقة الأنثوية العالية هي إن مثلا لو هنتكلم عن الستات، هتلاقي إن الست روتينية بشكل ممل، بمعنى إن هي ما بتطلعش بره دايرة الراحة بتاعتها. هي مستنية كل حاجة تجيلها لحد عندها. الحياة هي اللي هتغيرها، الكون هو اللي لازم يغيرها، ربنا هو اللي لازم يغيرها. طبعا هو ربنا هو اللي بيهدينا، وربنا هو اللي بيغيرنا، ولكن احنا لازم ان احنا نحاول. لا يغير الله بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. لكن بقى بتلاقي الست دي او بتلاقي الراجل ده برضو كسولين زياده عن اللزوم. بتحس ان هم ناس كسالى كده، بيتحركوا ببطء زياده عن اللزوم، ما بيتحركوش بسرعه، ما الحياه بتاعتهم بطيئه، الريتم بتاعهم بطيء، ما بينجزوش الا حاجات طفيفه جدا، والحاجات اللي بتجبر عليهم مش اللي هم بيختاروها، لا اللي الحياه بتختارها لهم. فتيجي واحده تقول لك اصلا حياتي مش انا اللي اخترتها، ده هي حياتي هي اللي حصلت لي. فما بتبقاش مقتنعه ان الشخص هو اللي بيكون مسؤول عن ان هو برضو عنده جزء من الاختيار، ان هو اللي يخلق حياته او يخلق مستقبله. جزء مش كلي طبعا، لان في جزء علينا وجزء على الله. فلما الحياة هتبقى هي اللي بتحركني، هي اللي بتحط لي الاحداث وتجيبني وتوديني، انا عامل شبه المركبة جوه المية كده، الموج عمال ياخدني ويوديني. طيب انا هكون حاسس بايه بقى؟ مع الوقت انا هحس بقلة الحيلة، ومع الوقت هحس بالضعف، ومع الوقت هبقى اناني جدا. انا عايز الحياه تفضل تديني، عايز الناس تفضل تديني، وانا ما بديش لحد، وشايف ان الناس لا تستحق ان هم ياخدوا مني، انا بس اخد من الناس لكن الناس ما تاخدش مني. فالعلاقات بعد كده بتتحول ان هي علاقات سامه، ما بيبقاش فيها توازن ما بين الاخذ والعطاء، لان انا بصبح شخص اناني، بصبح شخص طماع. انا هكون بقى حاسس بقله الحيله، وهكون حاسس بالعجز، وهكون حاسس بالخزي، وهكون حاسس بالاحباط. انا هكون مالي، انا هكون متوتر، هكون قلقان. وطبعا دي بدايات الاكتئاب وبدايات المشاكل النفسيه. والمشاكل النفسيه لما ما بتتعالجش بتتطور مع الوقت، وبتتطور بشكل نفسي وبشكل جسماني. يعني
المشاكل النفسية بتتحول لمشاكل جسمانية أو جسدية، والمشاكل العقلية أو المشاكل الروحانية أو العاطفية بتتحول مع الوقت لمشاكل جسمانية أو أمراض جسمانية. فبالتالي أنا الطاقة الأنثوية العالية دي مع الوقت دمرتني. شفت الموضوع ممكن يوصلنا لمشاكل عاملة ازاي؟ هي بدايته ما بتقولش ان دي مشاكل ممكن تعمل لنا مشاكل كبيرة، لكن مع الوقت لما الحاجة بتزيد عن حدها بتتقلب ضدها. وخير الامور دايما الوسط. فوازن ما بين طاقتك الذكورية وطاقتك الانثوية، واعرف هل انت عندك طاقة انثوية اكتر ولا طاقة ذكورية اكتر. وعلى فكرة الحلقة الجاية هقول لكم ازاي توازنوا ما بين الطاقة الذكورية والطاقة الانثوية علشان تعيشوا حياة صحية وسليمة. كان معاكم بقى سلام سعد، ويا رب تكون الحلقة عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر القناة، وتعملوا شير أرجوكم لأصحابكم، وتعملوا شير لكل الناس اللي عندهم مشاكل في الطاقة الذكورية والأنثوية ومحتاجين إن هم يفهموا الفرق ما بينهم. كان معاكم سلام سعد تاني، تابعوني.